يلا نعمل الغريبة احلى من المحلات بكتير، وهقولك على تريكات هتخليها معاكي ما تفرش في الفرن ولونها هيبقى جميل زي ما انت شايفة. قبل اي حاجة صلوا على النبي، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. هنحتاج كوبايتين من السمنة اللي هي البيضة. انا حطيت هنا كوباية ونص من سمنة روابي البيضة ونص كوباية من سمنة بلدي، وضربتهم كويس. وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من سكر البودرة، يبقى كوبايتين سمنة بنضربهم الاول، وبعدين بنحط عليهم كوباية من سكر البودر، وبضرب برضو كويس جدا لحد ما القوام يبقى كريمي خالص معايا. بعد كده هنزل عليهم بكيس فانيليا، وهنضربهم طبعا كويس عشان الفانيليا تبقى دخلت في كل المكونات بتاعتي. يبقى تاني هنعيد تاني واحنا شغالين: كوبايتين من السمنة ضربناهم كويس، وكوباية من سكر البودرة، وبعدين بعد ما ضربناهم هننزل عليهم ب4 كوبايات من الدقيق زي ما انتوا شايفين. التركات الحلوة بقى اللي هتخلي لك الغريبة بتاعتك احلى من المحلات: الكاسترد هنحط منه معلقتين، معلقتين بس كفاية على المكونات اللي احنا عملناها. وهنحط كمان معلقتين من سكر من لبن البودرة، يعني نحط معلقتين من لبن البودرة ومعلقتين من الكاسترد. مش موجود لبن بودرة ممكن ما نستخدمهوش عادي خالص، بس دي بتديكي لون حلو وطعم كمان حلو. وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض بالراحة خالص بأي سباتولا أو أي معلقة، لحد ما اتأكد ان كله دخل في بعضه بكل هدوء، يعني ما تستعجلوش وانتوا بتلموا المكونات. واحنا شغالين كده هنعيد تاني: كوبايتين من السمنة، انا حطيت كوباية ونص من سمنة كريستال البيضة، ونص كوباية من سمنة من السمنة البلدي، وضربتهم كويس. وبعد كده نزلت عليهم بكوباية من السكر البودرة وضربتهم كويس برضو، ونزلنا عليهم بكيس فانيليا. وبعد كده حطينا 4 كوبايات من الدقيق. تمام، وحطينا طبعا الكاسترد وحطينا لبن البودرة. هنا بقى هبدأ ادخل ايدي اهو، بلم بقى العجينة، بلم بس مش بعجن، يعني انا بلم. وبعدين بندخلها التلاجة لمدة ساعتين عشان تمسك نفسها شوية. بعد كده هنخرجها بقى من التلاجة وهنبدأ نشكلها زي ما انتوا عايزين. آه طبعا التشكيل ده احنا بنعملها كور صغيرة خالص بحجم الليمونة كده، لانها خلي بالك لانها بتنفش شوية في الفرن، فما نعملهاش كبيرة لانها هتكبر معاكي، مع ان ما حطيناش بودر ولا حطينا اي حاجة خالص. اهو هنعمل كور صغيرة خالص. انا بقى زينت هنا، كان عندي شوكليت شيبس حطيت في النص كده، عندك خرز حطي. برضو عملت اشكال بالكاكاو، شوكة كده بتحطيها في كاكاو وبعدين بتحطيها عليها، وطلعت معانا زي ما انتم شايفين كده. طبعا حاجة يعني روعة، وفعلا كما يجب ان تكون الغريبة.